ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا فيديو جديد ووصفه جديده، يا رب الفيديو يعجبكم. ما تنسوش بقى لو انت اول مره تشوفوا القناه بتاعتي يسعدني ويشرفني طبعا اشتراك عندي في القناه، ولو انت بقى مشتركه ما تنسينيش من اللايك ويكتبي لي كومنت في اخر الفيديو. يلا كده بينا نبدا الفيديو اللي معانا. الفيديو اللي معانا عباره عن ايه؟ هعمل كده تورتايه بأقل التكاليف، ما فيهاش اي تعب، ما فيهاش اي حاجه اسمها لا ما ينفعش لازم الحاجه دي تبقى موجوده، لا لازم تعملي كذا، لا لازم تعملي الحاجه دي. لا لا، ما فيش الكلام ده خالص. هنعملها بحاجه بسيطه خالص وبكل سهوله، والطريقه اللي تريحك اعمليها. عايزه اقول لكم انها هتطلع تحفه جدا ان شاء الله، ادم من ايديك وادم انت حابه الحاجه دي انت اعمليها زي ما انت عايزه. تمام. يلا كده بينا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونشوف بقى التورتيه دي احنا عملناها ازاي. ما من يعني ما كترناش حاجات، اه ما سحناش كده الدنيا، حاجات سهله خالص وحاجات بسيطه. اي مناسبه عندك بقى، عيد ميلاد، اي مناسبه. تمام. تمام. يلا كده بينا ونشوف. انا بس حاولت ان انا استعرضها كده معاكم واوريكم الجمال واوريكم كده لقطات من يعني مش لازم بقى يكون عندك معلقة اللي هي بتاع الكريم جانتيه، مش لازم بقى ان انت يكون جايبة قالب من عند بتاع الحلواني ان انت تحطي عليها التورتيه وتزيني. مش لازم كيس حلواني، بكل سهولة خالص. الحاجات دي متوفرة عندي في البيت، بس انا حبيت ان انا معاكم بكل سهولة. تمام، عشان خاطر ما صعبلكمش الدنيا، عشان في بنات لسه داخله المطبخ جديد ولسه هتبدا ان هي تتعلم كده، مش عايزين ان احنا ايه نصعب لها الدنيا. تمام. المقادير اللي معايا عباره عن ايه؟ معايا 4 بيضات، حطيت عليهم زي ما شفتوا كيسين من الفانيليا، سواء سايلة او بودر عادي. تمام. حطيت كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الحليب زي ما انتم ما شفتوا معايا. ممكن تحطوا كوبايه واحده بس من الحليب ونص كوبايه ميه عادي، ممكن تعملوها ميه خالص، بس انا حبيت ان انا ازود فيها القيمه الغذائيه عشان تبقى مظبوطه معايا. تمام. وحطيت كوبايه زيت. يبقى هي دي كده المقادير السائلة اللي معايا. هضرب كل المقادير دي كده في الخلاط، فزي ما قلت لكم في الشاشة بتاع الخلاط في 4 بيضات، كيسين فانيليا، كوباية ونص من الحليب، كوباية ونص سكر، كوباية زيت. تمام. وضربت كل ده في الخلاط، وهبدأ ان انا جبت كده بولة. تمام. طبعا ولا الشفشق بتاع الخلاط يكون فيه مية، ولا البولة ولا اي تستعمليها خالص يكون فيها مية. تمام. حاولي ان انت تنشفي الحاجة كويس جدا بالمناديل عشان خاطر البيض مع الميه هيزفلك الدنيا. تمام. تمام. وحاجه كمان هتخلي بقى الكيكه هشه كده ومفيش ريحه زفاره خالص وهتمنع لك الزفاره، معلقه ونص خل. تمام. خل. ازاي؟ خلي في الكيكه حطيه بس كده وما تقلقيش خالص، مش هيعمل لك اي حاجه، هيحوش لك ريحه الزفاره وفي نفس الوقت هيديك هشاشان وطرايه للكيكه، يخلي الكيكه طريه جدا وهشه. تمام. تمام. معايا ايه بقى؟ دقيق معايا كوبايتين، ليهم كيس من البيكنج باودر، نخلاهم كويس جدا وننخلهم كمان معاكم. لازم طبعا الدقيق بتاع الكيكه يتنخل عشان خاطر يدخل فيه الهواء. تمام. وده برضو من نجاح الكيكه. تمام. تمام. يبقى الحاجات اللي بتخلي معاكي الكيكه تنجح وبتبقى كويسه جدا، ان الحاجه اللي انت بتستخدميها ما يكونش فيها الميه، معلقه الخل او معلقه ونص من الخل برضو، وال ونخل الدقيق. لازم انت تدخلي الدقيق حتى لو مره واحده. تمام. انا نخلته مرتين، مره مع قبل ما وانا بحضر المقادير، والمره التانية معاكم. تمام. وهبدا ان انا اقلب كده بالمضرب. انا هعملها كيكه عاديه خالص، مش كيكه شوكولاته، كيكه فانيليا. تمام. عاديه خالص. عملت معاكم قبل كده كيكه الكاكاو الشوكولاته، هحط لكم اللينك بتاعها في اول تعليق مثبت، اللي ما شافش الفيديو يدخل يشوفه. جميله جدا والطريقه بتاعتها جميله جدا، والتزيين طبعا على حسب الرغبه والحاجه اللي انتوا ترتاحوا لها. تمام. تمام. اللي ما شافش الفيديو هحط لكم اللينك في اول تعليق مثبت، تقدروا تدخلوا عليه وتتفرجوا على الوصفه. تمام. ببدا بقى ان انا اقلب كده زي ما انتم ما شايفين لحد ما اخفي الدقيق خالص. لو لقيتوا الدقيق السمك بتاع العجينة معاكم خفيف زي اللي معايا ده كده، زودوا نص كوباية دقيق. زودوا الدقيق حبة بحبة لحد ما القوام يظبط معاكم زي ما هوريلكم. انا زودت تاني حوالي من نص كوباية دقيق، يعني بالظبط المقادير اللي معايا كوبايتين ونص دقيق زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبزود حبة حبة. تمام. تمام. لحد ما القوام ما يظبط معاكم. لقيتوا القوام مظبوط زي ما هوريلكم، تمام،
لقيته القوام لسه زودته كمان حبة دقيق. طبعا هو الدقيق بيخلق يعني بيختلف من نوع لنوع، ما بتقدريش تحكمي، او ممكن مثلا كنتي بتعمليها على طول بكوبايتين، تيجي تغيري نوع الدقيق يحتاج مثلا كوبايتين ونص، او يحتاج مثلا كوبايتين الا. تمام، فدي حاجة مش هتضايقك خالص، وحاجة ادام انتي حافظة السمك بتاع العجينة مش هيزعلك خالص. السمك طبعا بتاع العجينة زي ما انتم شايفين كده، ولا هو اللي سميك ولا هو اللي خفيف، مظبوط. تمام. تمام. القالب اللي معايا او الصينيه او الحاجه اللي انت هتعملي فيها الكيكه لازم تبقى مدهونه كويس جدا زبده. زي ما انتم شايفين طبعا الزبده كانت عندي كانت في الفريزر، فانا مش عملت معلش سوري، مش قادره عشان بتكلم بسرعه بتلخبط في الكلام. شغلت الفرن قبل ما ابدا في الكيكه على درجه حراره 180. الزبده زي ما قلت لكم ان انا مخرجاها من الفريزر، فعشان تفك معايا كل صوره رحت مدخله الصينيه كلها بالزبده الفرن. تمام، فسحت معايا زي ما انتم شايفين كده، وبدات ان انا ادهن القالب بكل سهوله. تمام. في ناس بترش حبه دقيق، بس انا مش هرشها دقيق ولا هرش اي حاجه خالص. هي قطعه كده من الزبده هسيحها كده وادهنها في قلب القالب وخلاص على كده. والكيكه ما بتلزقش معايا ولا اي حاجه، وهخرجها معاكم وهقلبها معاكم دلوقتي ان شاء الله. شايفين السمك بتاع الكيكه مظبوط، ولا هو اللي تقيل ولا هو اللي خفيف. تمام. تمام. هنزل بقى كده، طبعا الفرن بتاعك يكون شغال قبل ما تبدأي في الكيكة على درجة حرارة 180. هدخلها الفرن، بتقعد قد ايه بالظبط في الفرن؟ بتقعد بالظبط من 30 دقيقة ل35 دقيقة. تمام. وفي افران ممكن على فكرة تقعد معاكي ساعة الا تلت 40 دقيقة. تمام. ما تقلقش خالص، ما تحاوليش ان انت تفتحي عليها الفرن. تمام، ما تقلقش خالص، حاولي ان انت تتابعيها من الازاز بتاع الفرن. لو عندك مروحه توزيع شغليها هتظبط لك درجه الحراره وهتظبط لك الدنيا. بعد نص ساعه ممكن تقدري ان انت تفتحي عليها الفرن وتشوفيها تختبريها. بتفتحي الفرن حاجه بسيطه خالص، يا مدام اللي هي الفتحه اللي انت تدخلي فيها ايديكي وتحطي خله او عصايه الشيش او معلقه اي حاجه في النص كده من الصينية بتاعت الكيكة وتخرجيها. لو لقيتي العصاية او السكينة خرجت معاكي ما فيهاش عجين، يبقى كده الكيكة اللي معاكي استوت وكله تمام. لو لقيتي فيها عجين كده او ملزقة شوية، لا سيبيها كمان 5 دقايق. تمام. تمام معايا بقى كده عقبال ما الكيكة ما تستوي معايا، وهي بصراحة كانت استوت، وكنت سايباها في الفرن وطفيت عليها النار وسايبة الفرن مقفول. معايا كوبايتين كريم شانتيه، عليهم كوبايتين ونص ميه متلجة، سواء بقى عايز تحطي ميه او حليب. تمام. المهم اهم حاجه يكون فيها تلج، عارفين يعني إيه فيها تلج؟ يكون فيها كده قطعه تلج عشان يضرب معاكم يبقى ناجح. ضربته كده بالمضرب بتاع الكهرباء، ولو برضو المضرب اليدوي بس هياخد منك ضرب كتير وهياخد منك مجهود. تمام. ضربته كده لما وصل للقوام المظبوط اللي انا عايزاه، ورحت مدخلاه على الفريزر وسبته بقى كده شويه لحد ما الكيكه ما خرجت معايا وبقت. شايفين الارتفاع بتاعها جميل جدا. على فكرة انتوا بيتهيأ لكم ان الارتفاع واطي، لا هو الارتفاع والله مظبوط جدا وحلوة. تمام. وهشة جدا من جوه. عايزه اقول لكم ان هي مفرغة كده، هوريها لكم دلوقتي. تمام. هي طبعا بردت خالص، ما ينفعش انت تستخدميها غير لما تبرد خالص خالص. وكمان لو انت مثلا عندك المناسبة تاني يوم اعمليها من بالليل واركنيها، وابدأي ان انت زينيها مثلا تاني يوم الصبح، هتبقى جميلة جدا. تمام. تمام. انا عملتها الصبح وزينتها معكم بالليل. جبت كده بقى سكينة من اللي هي المشرشرة وبدأت ان انا قسمتها نصين. ممكن تقسميها 3، بس انا حبيت ان انا اقسمها نصين عشان خاطر البنات بقى اللي لسه مبتدئات مش هيعرفوا يتحكموا في السمك ان هم يقسموها 3 زي ما انا هقسمها. تمام. فحبيت ان انا اقسمها كده معاكم 2 عشان خاطر تحسي يعني ان كل حاجة كده سهلة، متصعبش كل حاجة عليكم. تمام. لكن هي كان عادي كنت ممكن اقسمها 3 طبقات، كانت تبقى جميلة جدا، وكانت تبقى الطبقة كده رقيقة والسمك بتاعها تمام. 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 اي شربات بقى او سيرم موجود عندك، ابدأي ان انتي اعملي الكيكة، اسقيها زي ما انا بسقيها كده بالفرشة. ما عندكيش بقى تعملي ايه؟
يعني نص كوباية مية عليهم معلقتين 3 كده من السكر، وارفعيهم على النار لمدة دقيقتين 3 ياخدوا غلوة، وابدأي ان انت تسقي بيها الكيكة. تمام. ده حل. الحل التاني لو عندك عسل ابيض، حطي معلقة عسل ابيض كده وزودي عليها مية لحد ما تبقى خفيفة خالص كده، وابدأي ان انت تسقي بيها الكيكة. تمام. ممكن كمان معلقة مربى، اي حاجه، مفيش ولا اي حاجه خالص. زي ما بقولك كده، نص كوبايه ميه عليهم معلقتين 3 سكر، ارفعهم على النار لمده دقيقتين 3، وابدأي ان انتي زي اسقي بيهم الكيكه، الطبقه اللي تحت والطبقه اللي فوق. جبت كده طبقه من الكريم شانتيه اللي انا عملته معاكم، بدأت ان انا افرشه في السمك بتاع الكيكه. وحاولوا بقى ان انتوا تكتروا كده الكريم شانتيه عشان خاطر تبقى الطبقه بتاعكم هشه كده، عشان طبعا انت لما بتحطي الطبقه التانية فوقيها كريم شانتيه طبعا، النص بيتشرب الطبقة اللي تحت، والنص التاني بتشربه الطبقة اللي فوق. فاصبح ان انت بيبقى تحس ان هو فاضي، لا انت كده مش حاطه كتير، فانت حاولي ان انت تكتري بحيث ان هي النص اللي تحت تاخد الكفايه بتاعتها، والنص اللي فوق تاخد الكفايه بتاعتها، يبقى اصبح كده عندك طبقه كده من الكريم شانتيه حلوه. تمام. يا رب تكون المعلومه واصله لكم. لو في اي استفسار، لو في اي حاجه وقفت معاكم، اكتبولي في الكومنتات وهرد عليكم على طول في نفس الوقت ان شاء الله. تمام كده. هنا بقى كده هجيب الطبقة التانية، وهبدأ برضو ان انا اسقيها زي ما سقيتها كده معاكم بالشربات او السيرم اللي معايا بالفرشة، وهبدأ ان انا اسقيها. تمام. هنا بس كده كنت بظبط الطبقتين على بعض. تمام. وزي ما قلت لكم ان انا ما جبتش قالب من عند بتاع الحلواني احط عليه الكيكة، ما جبتش معلقة من بتاعة كريم شانتيه، لا انا قلبت الصينية اللي انا سويت فيها الكيك، رحت مزينة عليها، وبعد ما خلصت خالص نقلتها بكل سهولة على الصينية اللي هي بتاعة التقديم. تمام. ممكن تزينيها كمان على الصينية بتاعة التقديم. انا حبيت ان انا اسهل لكم الموضوع عشان ما يبقاش في حاجة صعبة عليكم. تمام. تمام. هنا بقى كده جبت طبقة كريم شانتيه، وبدأت ان انا ازين الحروف، وازين بقى ازين التورتيه كلها من اولها لاخرها. راحة بقى. من بقى وصل معايا لحد هنا كده وما حطليش لايك، مستنين ايه يا جماعه؟ حطوا لي لايك. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو وبيخلي الفيديو يتشاف لعدد اكبر. تمام. اللايك والكومنتات، حاولوا انتوا تكتبوا لي كومنتات كتيره وتعملوا لي لايكات. تمام. عشان طبعا اللايك زي ما قلت لكم كده ان الفيديو بيترفع، انت بتعملي لايك فبيوصل لحد غيرك، مثلا حد عمل لايك فبيوصل لناس تانية فكده. تمام. فابدأوا ان انتوا تعملوا لايكات، مش هتخسري حاجة يعني. انتي استفدتي من الفيديو ده ان انت تعملي لايك، وانا عارفة ان اي حد يتفرج على الفيديو ان شاء الله يستفاد منه. تمام. تمام كده. حاولي وانتي شغالة يبقى المروحة شغالة جنبك، عشان خاطر الكريم جانتيه مع الحر بيسيح والدنيا كلها بتسيح على بعضها. تمام. وانتي اصلا بعد ما تعمليه تدخليه في الفريزر على الاقل خالص ساعة، وابدأي ان انتي زيني بيه. هو مش هيصب تلج او حاجة او هيجمد، لا هو معاكي هيبقى مظبوط وهتعرفي تشتغلي بيه. مجرد ما هتحطيه على التورتيه وتبدأي تزيني بالمعلقة هيفك خالص وهيسيح. تمام. تمام. انا بعد ما عملت كده التورتايه لقيت نفسي ان الجو حر، رحت مدخلاها على طول على الفريزر، وبعد كده خرجتها كملت بقى التزيين. تمام. ما سويتش الكريم شانتيه، مش هقول لكم بقى لازم تسووه كله بالسنتوفه لازم تبقى مظبوطه، لا انا حاولت ان انا اخليها كده منحكشه كده ومعموله عشان خاطر البنات اللي لسه مبتدئات. مش لازم ان انا يعني اقف معاهم على الواحده، فاهمين؟ التزيين مفروض صعب خالص. انا جبت الكريم كراميل وبدات ان انا ازينه زي ما انتم شايفين الشكل ده. بصراحه هو انا ليه عملت كده، ما زينتش ليه بطريقه تانية، ما حطيتش مثلا تزيين فخم شويه حاجات كده. التورتيه دي كانت معموله لعيد ميلاد ابني. تمام. وهو كان حابب الشكل ده، هو جاب الشكل ده من على اليوتيوب وقال لي يا ماما انا عايز تورتيه زي دي، فانا حبيت ان انا اعملها له زي ما هو عايز. تمام. كل واحد بيبقى ليه رأي، كل واحد بيبقى ليه رغبة. انت ممكن مثلا يكون عجبتك تزيين تاني احسن او شكل تاني احسن، تمام اشتغلي بيه، اعملي نفس الخطوات اللي انا عملتها وتعالي عند التزيين
الحاجة بقى اللي تريحك، ممكن تعملي نصها فانيليا ونص التاني شوكولاتة. تمام، براحتك خالص. والحاجة اللي انت هتعمليها بعد ما عملت الكريم كراميل كده خطوط، هبدأ ان انا بقى اجيب مناديل وهمسح الحروف بتاعتها كلها. تمام، بعد ما همسح كده الحروف بتاع الصينية او القالب اللي معايا، هجيب خلة بتاعت الشيش. تمام، وهبدأ ان انا اعمل في التورتاية، هيخرج لي شكل جميل جدا. كان نفسي يظهر معاكم في التصوير، بس للاسف التصوير ظلمه جدا، مش عارفه ليه. هو الشكل كان جميل. انا هنا كده انا كنت بجيب العصايه اللي هي بتاعت الشيش عشان خاطر اعمل بيها زي ما انتم شايفين كده. شايفين اعملها كده زي الزجزاج. تمام، ابدا ان انا اعمل فيها خطوط كده. لما اعمل خطوط بتديني شكل جميل جدا، تحس ان الشكل مش عارفه اوصفه، يعني تحس ان عامل زي اوراق الشجر كده، بتبقى الشكل بتاعها جميل جدا. تمام، طبعا هي عشان بس الجو حر فالشكل ما ظهرش كويس غير لما التورتيه دخلت الفريزر. تمام جدا. تمام، وبقت تحفه جدا. والتورتيه كده خلصت معايا لحد كده. اللي وصل معايا الفيديو لحد كده طبعا انا بسعده بهني جدا، وبقول